عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ مراجعة جبر تاني إعدادي. نركز بقى مع بعض. أول سؤال هنتدرب عليه هو اختصر لأبسط صورة. دلوقتي بيقول لي اختصر الكسر ده. أولا التسعة دي عارفينها 3 أس 2 وال25 5 أس 2، يبقى هنقول له 3 أس 2 نون في 5 أس 2 نون. وال15 اللي تحت دي هنقول عليها 3 في 5 وكل واحدة عليهم 2 نون. طبعا دي هي دي ودي هي دي يروحوا مع بعض يبقى الناتج واحد. واللي اختصر لأبسط صورة هقول له عناية الاتنين مفيش مشكلة، واحدة واحدة. التمانية يا أستاذ احنا عارفينها 2 أس 3 يبقى 2 أس 3 س. والخمسة دي هتفضل زي ما هي لأنها رقم صغير. 20 4 في 5 وكل رقم منهم عليه س. دلوقتي دي راحت مع دي. الأربعة دي هنمسكها نظبطها هنخليها 2 أس 2 س. وفي الحالة دي هثبت الاتنين واطرح الأسس 3 سينات هنطرح منهم جوز سينات. اتفضل س. يقول لي 4 أس نون في 6 أس 2 نون، هقول له عناية الاتنين. الأربعة دي احنا عارفينها 2 أس 2 والستة 2 في 3، يبقى الأربعة دي هنخليها 2 أس 2 نون. والستة دي 2 في 3 وكل واحدة فيهم عليها 2 نون. وتحت زي ما هي 2 أس 4 نون في 3 أس 2 نون. والله 3 أس 2 نون هي 3 أس 2 نون. ودلوقتي دول هم اللي تحت دي. اشمعنى يا أستاذ؟ لأن دول كده هتلاقيهم 4 نون ودي لوحدها ب4 نون، يبقى راحوا مع بعض فالناتج واحد. يبقى الناتج على بعضه كله راح مع بعضه يبقى الناتج واحد. تعال نشوف المثال ده كده يا سيدي. هنقول له الأربعة دي هتبقى 2 أس 2 س، ودي مرة 9 أس س و9 أس 1. فال9 أس س اهي وال9 أس 1 اهي. 36 هتبقى 4 في 9 كل واحدة فيهم عليها س. ده هي ده هي وكمان ده هي ده هي. خلي بالك اشمعنى يا أستاذ؟ لأن الأربعة دي 2 أس 2 س فراحت معاها اتفضل 9. نشوف المثال ده كده يا سيدي. هتبقى 3 أس 2 س و3 أس 1 في 3 أس 1. طبعا الواحد ما بيكتبش. 25 5 أس 2 س وال15 اللي تحت 3 في 5 كل واحدة عليها 2 س. دي راحت مع دي ودي راحت مع دي اتفضل 3. تعال نشوف المثال ده يا سيدي. هنقول له بسيطة خالص. هتبقى 2 أس 2 نون في 2 أس 1. 5 أس 2 نون في 5 أس 1. 10 2 في 5 كل واحدة عليها 2 نون. 5 أس 2 نون راحت وال2 أس 2 نون راحت اتفضل 2 في 5 ب10. تعال نشوف المثال ده كده. هتبقى 9 أس س في 9 أس 1. الأربعة دي 2 أس 2 س والستة دي 2 في 3 كل واحدة عليها 2 س. هتلاقي ان 2 أس 2 س راحت مع 2 أس 2 س. ولو انت ناصح هتعرف ان ده هي ده هيروحوا مع بعض يبقى الناتج 9. تعال نشوف المثال ده كده. هنقول له ادي الاتنين أس س ودي هتبقى 9 أس س في 9 أس 1. 18 دي هتبقى 2 في 9 كل واحدة فيهم عليها س. هتلاقي ان دي راحت مع بعض وهتلاقي ان دي راحت مع بعض اتفضل 9. بيقول لي يوجد قيمة س في كل مما يأتي. هنمسك 125 ونقول له دي 5 أس 3. فطالما الأساس اللي تحت قد اللي تحت إذن اللي فوق بيساوي اللي فوق. يعني س ناقص 4 بيساوي 3. هنودي السالب 4 بعكس الإشارة 3 و4 7.
والله التسعة دي هنخليها 3 أس 2، وطالما الأساس قد الأساس يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يبقى س ناقص 2 يساوي 2، ونودي السالب 2 بعكس الإشارة، يبقى س ب4. والله 81 احنا عارفينها المفروض اللي هي 3 أس 4، وطالما الأساس قد الأساس يبقى الأس قد الأس، س ناقص 2 يساوي 4، هنودي السالب 2 موجب 2 ف4 و2 6. والله يا أستاذ احنا حافظين ان 8 2 أس 3، وال100 25 5 أس 3، فهتبقى 2 على 5، ولكن الكل أس 3. فطالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يعني 2 س ناقص 1 يساوي 3، وهنودي السالب 1 موجب 1، 3 و1 4 على 2، فهل 2 يبقى قيمة س ب2. سؤال زي ده والله ال 32 احنا عارفينها انها 2 أس 5، وطالما اللي فوق قد اللي فوق يبقى اللي تحت قد اللي تحت، س ناقص 4 بيساوي 2، ودينا السالب 4 بعكس الإشارة، 2 و4 6. ده سؤال مهم جدا جدا جدا، عايزك بقى تركز معايا دلوقتي. ولا اللي تحت قد اللي تحت ولا اللي فوق قد اللي فوق. هنعمل ايه يا سيدي؟ والله هنمسك ال 32 ده نقول عليها 2 أس 5، 2 أس 5، وهنمسك ال8 ده ونقول عليها 2 أس 3. طبعا أس فوق أس اضرب من غير ما تبص، أس فوق أس اضرب من غير ما تبص، يبقى أنا هسيب الاتنين دي زي ما هي واضرب الأس اللي فوق أس. هضرب 5 في س و5 في 3، 5 في س ب5 س و5 في 3 ب15. هسيب الاتنين دي زي ما هي وهضرب 3 في 2 س ب6 س، والتلاتة في الواحد ب3. وبعدين طالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق. هسيب ال5 س هنا، هجيب لها ديت سالب 6 س، واسيب هنا ال3 واجيب لها ديت موجب 15. 5 سينات ناقص 6 سينات مش س، سالب س، و3 و15 18. السالب س ب18، يبقى السين الموجبة بقى بكام؟ بالسالب 18. تعال نشوف السؤال ده كده. بيقول لي انا عايز قيمة س وص، اقول له عينيا. والله ال27 دي اللي اعرفه عنها انها 3 أس 3، وطالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يبقى الس ب3. وطالما الناتج 1 يبقى الأس ب0، س زائد ص دي بيساوي 0، وانا حضرتك معايا السين ب3 زائد الصاد يساوي 0، فالصاد بعكس الإشارة تطلع سالب 3. شوية أسئلة مهمة برضو اختصرها لي وبعدين نتفاهم. حاضر، ده رقم صغير يفضل زي ما هو، وده رقم صغير يفضل زي ما هو، لكن ال 12 3 في 4 كل واحدة فيهم عليها س. 3 أس س راحت مع 3 أس س، طبعا هنمسك ال4 نخليها 2 أس 2 س، طبعا فينا واحد س واحدة، يعني هنثبت الاتنين ونطرح الأسس. سينايا ناقص سنتين مش س، سالب س. كان في هنا نص، النص ده هو 2 أس سالب 1. طالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، السالب هيروح مع السالب فالسين 1. واللي اختصر لأبسط صورة ثم اوجد قيمة الناتج اما تكون السين ب1. هقول له عينيا. تعالى نختصر يلا. 4 دي 2 أس 2 س، وال9 دي 3 أس 2 س، وال12 3 في 4 كل واحدة فيهم عليها س. تعرف ايه عن الأربعة؟ أعرف إن الأربعة 2 أس 2 س هتروح مع أختها، هثبت ال3 وأطرح الأسس جوه السينات، أطرح منهم سيناية تفضل س 1. كده أنا اختصرت الأبسط صورة.
بقى اجيب قيمة الناتج. اما تكون السين بواحد روح عوض عن السين بواحد، يعني حط مكان دي واحد، يبقى الناتج حط مكان السين دي واحد. 3 أس واحد، والواحد ما بيتكتبش، يبقى الناتج 3. تعال نشوف ده. بيقول لي اختصر لأبسط صورة، اقول له عينيا. حاضر يا سيدي. هتبقى 2 أس 2 نون في 2 أس واحد، 5 أس 2 نون في 5 أس واحد، وتحت 2 في 5 كل واحدة فيهم عليها 2 نون. هتلاقي دي راحت مع دي ودي راحت مع دي، تفضل 2 في 5 ب10. دلوقتي احنا عايزين نشيل الجذر التربيعي، هنقول له بتربيع الطرفين. يعني ايه بتربيع الطرفين؟ يعني احط أس 2 للطرف اليمين وأس 2 للطرف الشمال. الأس يشيل الجذر. اتفضل ايه يا أستاذ؟ اتفضل ده أس ده، اتفضل 3 على 2 أس س. والله اللي انا اعرفه ان 4 2 أس 2 و9 3 أس 2، فهتبقى 2 على 3 الكل أس 2، وفوق الاتنين 2. أس فوق أس، اضرب من غير ما تبص. أستاذ ده مش زي ده، شقلبه وانت فاهم. هشقلب ده بس بدل 4 -4، وطالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يبقى السين بكام؟ ب-4. احنا نقدر نعيد المثال ده تاني. حاضر يا سيدي، تعال نعيده تاني واحدة واحدة بقى معاي. ادي المثال اهو. كان فينا جذر 3 على 2 أس س. احنا عايزين نشيل الجذر، نعمل ايه؟ هنربع الطرفين، يعني هنحط أس 2 هنا وأس 2 هنا. أس يشيل جذر، تفضل 3 على 2 أس س. تعرف ايه عن 4؟ 2 أس 2. تعرف ايه عن 9؟ 3 أس 2. هتبقى 2 على 3 الكل أس 2. ولكن كان في هنا 2 خلقة، فأس فوق أس، اضرب من غير ما تبص. ده مش زي ده، شقلب ده بس خلي 4 -4، وطالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يبقى س ب-4. عايز قيمة نون، اقول له عينيا الاتنين يا حبيبي. هنظبط دي الاول. 2 في 4 ب8، 1 9 على 4. التسعة دي 3 أس 2، 4 دي 2 أس 2، فهتبقى 3 على 2 الكل أس 2. وطالما اللي تحت قد اللي تحت يبقى اللي فوق قد اللي فوق، يعني نون ناقص 4 يساوي 2، يبقى النون ب6. واللي اختصر لأبسط صورة اقول له حاضر. قبل ما احل اي أس فيهم سالب طلعه من مكانه انقله مكان تاني. يعني يا أستاذ، يعني انا هزود بس الخط ده شوية. الباشا ده أسه سالب، ده اهو أسه سالب. هو كان تحت، حضرتك هتطلعه فوق وتخليه موجب. كان تحت، طلعه فوق وخليه موجب. حط علامة الفي، خلي بس السالب ده اهو موجب بس يا باشا. عند الضرب هنثبت الجذر 5 ونجمع الأسس 7 و3 10 وكمان 3 13، وتحت جذر 5 أس 9. ده بقى اسمها هثبت الجذر 5 واطرح 13 من ناقص 9 4. عارف يا واد 4 ده اهي 2 في 2 والاتنين تروح مع الجذر، تفضل 5 أس 2 اللي هي ب25. مثال زيه. يا أستاذ السالب غير مكانه، يا دي المصيبة البيضة. ده دول هما الاتنين سوالب، انقلهم يا حبيبي. دول كانوا فوق يتحطوا تحت بس يبقوا موجبين. الباشا ده كان تحت يطلع فوق بس يبقى موجب. طيب وبعدين يا أستاذ ادي الجذر 3 أس 11 اهي. ثبت الجذر 3 وعند الضرب اجمع الأسس 5 و4 9. ثبت الجذر 3 وعند القسم اطرح الأسس 11 ناقص 9 2، الأس مع الجذر اتفضل 3. ممتاز يا سيدي. تعال نشوف المثال ده.
المثال ده بقى تعمل ايه؟ تعمل شرطتين كسر وبينهم علامة في. هتاخد التلاتات مع بعض والجذور مع بعض. يعني ايه يا استاذ؟ يعني حضرتك هتاخد لي التلاتة دي والتلاتة دي مع بعض هنا بعد اذنك، والجذر ده والجذر ده مع بعض. فينا هو كام؟ فينا هو واحد. استاذ انت لسه قايل حالا ان ده طالما سالب يغير مكانه ينزل تحت يابا، بس يبقى موجب. بقى موجب اهو. طب استاذ ده فوق مفيش حاجة، حط مكانها واحد لحفظ الخانة. طيب ادي فوق واحد، تحت هنثبت التلاتة ونجمع الاسس، 1 و2 3. هنثبت الجذر 2 ونطرح الاسس، 9 ناقص 5 4. ادي الواحد، 3 اس 3 احنا عارفينها بكام يا محترم؟ ب27. الاربعة دي تعرف عنها ايه؟ اعرف كتير ان الاربعة دي 2 في 2 والاس مع الجذر، تفضل 2 اس 2 ب4. تحت الاربعة في كام؟ 1. هوب هوب يبقى الناتج 4 على 27. بيقول لك حلل كل مما ياتي. اقول له عيني، افتح قوسين، ده ثلاثي بسيط س وس. كان في كام؟ ب15 جمعهم 8، 3 في 5. اخيرا موجب يبقى الاتنين مثل الاوسط. ده اس 3 قوس صغير وقوس كبير عشان لجذر تكعيب. ها س ناقص 5. ربع غير اضرب ربع س تربيع غير موجب اضرب 5 س. اخير دايما موجب. ربع لل5 سامعك يا تخلف اللي بتقول 10. ربع ل5 تبقى 25 قوس صغير وقوس كبير. يلا اتفضل. ال8 هتبقى 2 س ناقص 5. ربع 4 س أس 2 غير موجب اضرب 10 س. الاخير دايما موجب. ربع ل5. اوعى تقول 10 بوكيه برسيم على طول. اللي يقول 10 ده انا مجهز لك بوكيه برسيم في الحصه. افتح قوسين يلا. ها س وس 5 و5 واحده موجب واحده سالب. افتح قوسين يلا. ها 2 س و2 س والتسعة 3 و3 واحده موجب واحده سالب. في حاجة مكررة اخد س وافتح قوس. ها شيل من دي سيناية ومن دي سيناية يبقى س أس 2 ناقص 25. انزل السين الاولى واللي بعدها س وس 5 و5 واحدة موجب واحدة سالب. في حاجة مكررة. ايوه يا فوزي، خد السين وافتح قوس. يلا شيل لي سيناية. س أس 2 شيل من دي سيناية 8 س. شيل السيناية دي 15. ادي السين واللي جنب السين يحلل. ها س وس 3 في 5 اخيرا موجب الاتنين مثل الاوسط. تعال هنسيب دي ثانية عشان هنحل عليها كتير دلوقتي. هاخد الاتنين عامل مشترك على الاتنين طارق على الاتنين فات 9. ادي الاتنين ها فرق بين مربعين ميم وميم والتسعة 3 و3 واحدة موجب واحدة سالب. تعالى لي بقى تحليل بالتقسيم. الاربعة دول هتقسم 2 في قوس و2 في قوس. القوس الاولاني في حاجة مكررة هي اللام عامل مشترك. شيل اللام من دي ومن دي اتفضل نون زائد 5. القوس التاني هاخد حاجة عامل مشترك الاربعة. على الاربعة نون على الاربعة 5. في حاجة مكررة النون زائد 5 خدها وافتح قوس. شيلها بقى اتفضل لام زائد 4. بص لدي. طب تعالى لدي الاول اهو نقسم 2 و2. الالف متكررة خدها اتفضل س ناقص ص. الباء متكررة خدها اتفضل س ناقص ص. هناخد بقى مين المرة دي؟ س ناقص ص ونفتح قوس. اتفضل ايه؟ سمع الف زائد باء. هنحط دول في قوس ودول في قوس. الصاد مكررة شيل الصاد يا حبيبي اتفضل س زائد 2. هاخد 5 عامل مشترك على 5 فيها السين على 5 فيها الاتنين. هاخد مين يا حبيبي؟ هاخد س زائد 2 وافتح قوس. شيلها يا بابا اتفضل صاد زائد 5. ممتاز يا حبيبي. تعالى نرجع لدهيت يا سيدي. حطيت اهو. خد الصغير من دول عامل مشترك س أس 2. يلا اتفضل شيل من دي س أس 2 يبقى س ناقص. شيل س أس 2 اتفضل 3. هاخد من عامل مشترك 6 يا بابا. على 6 فيها الس على 6 فيها 3.
مين متكرر؟ س ناقص 3 وافتح قوس. اتفضل ايه يا بابا؟ اتفضل س أس 2 زائد 6 وشكرا. تعال نكمل. ده بقى ثلاثي بسيط ولا غير بسيط؟ ده غير بسيط. بالمقص السين تربيع تبقى س وس، والاتنين دي 2 في 1. كم في كم؟ ب4. والله 1 في 4. تعال نختبر. 2 في 4 8. 1 في 1 1. 8 و1 9. ودي 9 مظبوطة، يبقى أنا حل صح. الأخيرة موجب، يبقى الاتنين مثل الأوسط سوالب. يبقى القوس الأول أهو، القوس التاني أهو، اكتبهم له في قوسين بقى. 2 س ناقص 1 وس ناقص 4. في طريقة أخرى أنا علمتها لك، وفي طريقة بالآلة الحاسبة. حل باللي يعجبك. نخش على مسائل الإحصاء. بيقول لك صندوق يحتوي على 5 كرات صف حمراء و3 صفراء و7 بيضاء. كده معانا 15 كورة. طيب بيسألك عن الحمراء، يبقى 5 على 15 اختصر يديك تلت. بيسألك عن الصفراء، يبقى 3 على 15 يديك خمس. بيسألك عن البيضاء، يبقى 7 على 15. بيسألك على البنفسجي، يقول له مفيش، يبقى ده حدث مستحيل يحصل. بيسألك عن الحمراء أو الصفراء، الحمراء أو الصفراء، كده 8 على 15. يقول لك ليست حمراء، يعني خب الحمراء خالص. اتفضل يا صفراء يا بيضة، يبقى 10 على 15 اللي هي 2 على 3. بقول لك ألقي حجر نرد منتظم. حجر النرد ده فيه 6 احتمالات اهم، يبقى نحط في مقامنا 6. اي سؤال يسأله نحط تحت 6. عدد زوجي، زوجي 2 و4 و6، يبقى 3 أعداد، 3 على 6. عدد فردي، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لك عدد فردي، الفردي ده 1 و3 و5، يبقى 3 على 6. عدد أولي، الأولي ده 2 و3 و5، يبقى 3 على 6. عدد أكبر من 3 و4 و5 و6، يبقى 4 أعداد على 6. العدد 2 هي 2 واحدة، العدد 3 هي 3 واحدة، العدد 14 مفيش 14. عدد أولي بس زوجي، 2 بس، يعني كام عدد؟ 1. عدد أولي بس فردي، 3 و5، يعني كام عدد؟ 2. يقبل على 2، 2 زود 2 زود 2، يبقوا كام عدد؟ 3 على 6. ودي نفس الكلام بقى. صندوق يحتوي على كام بطاقة؟ 10 بطاقات، يبقى نحط تحت 10. كمل بقى، ما هي نفس الطريقة، ما تبقاش بلاص كل شوية حللك كده. هنكتب 10 أعداد. عدد زوجي 2 و4 و6 و8 و10، كام عدد دول؟ 5. عدد فردي 1 و3 و5 و7 و9، برضو 5. عدد أول 2 و3 و5 و7 بس، 4 أعداد. مين اللي أكبر من 7؟ 8 و9 و10، 3 أعداد. العدد 2 هي 2 واحد، العدد 3 هي 3 واحد، العدد 14 مفيش، وهكذا بقى. أنا عايز بس بتاعت مربع كامل. المربع الكامل يعني اللي ليه جذر. مين اللي ليه جذر في دول؟ 1 و2 في 2 ب4 و3 في 3 ب9، يبقى 1 وال4 وال9 ليهم جذر، يبقى 3 على 10. وده نفس الكلام بقى. تعالى لي للأسئلة المهمة دي. بقول لك فريق عنده 30 مباراة، إذا كان احتمال التعادل 3/10 والفوز 6/10. أولا نجيب الخسارة. أجيبها إزاي؟ 3/10 و6/10، كده 9/10. اتفضل 1/10. الراجل بيسألك عن عدد المباريات اللي هيتوقع التعادل فيها، يضرب التعادل في عدد المباريات. يعني أقول له 3/10 في 30 هيطلع 9 مباريات في آلة حاسبة.
يقول لك عدد المباريات المتوقع فوزه، اضرب الفوز في 30، يبقى 6/10 في 30 يطلع 18 مباراة. عايز عدد المباريات اللي متوقع خسارته، الخسارة 1/10 في 30 يطلع 3 مباريات. سؤال مهم جدا 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 جدا. بقول لك كيس فيه شوية كرات، ماشي، 2 باللون الاخضر و4 باللون الازرق والباقي باللون الاحمر. حلو الكلام. اذا كان احتمال سحب كرة خضراء سدس، خضراء سدس، لو عايزين كل الكرات، العدد الكلي للكرات، هنضرب 2 في اللي تحت على اللي فوق، يعني اضرب 2 في 6 على 1 فهل 12 كرة، يعني كله 12 كرة، كله على بعضه 12 كرة، منهم 2 اخضر و4 ازرق، يعني معانا 6 من ال 12. اتفضل 6. يبقى الاحمر الباقي ده كام؟ 6. عدد الكرات الحمراء 6. سؤال ممتاز. من مجموعة الارقام دي كون عددا من رقمين. هقول له حاضر. اكون عددا من رقمين ولكن رقمين مختلفين. تعال نكونهم في جنب. اكون ازاي يا استاذ؟ خد 2 مع 3 ومع 5، يبقى هنقول 32 52، وبعدين 3 مع 2 23 ومع 5 53، وال5 مع 2 25 ومع 3 35. يلا 2 مع 3 وال5، 2 اهي وال3 اهي وال5 اهي. يلا خد لي 2 مع دي ودي، يبقى 32 و52، وبعدين خد 3، ابدأ بال3 23 53، وبعدين ابدأ بال5 25 35. عندنا كم عدد؟ 6 أعداد، يبقى مقامي 6. أول سؤال بيسأله بيتكلم عن الآحاد يكون فردي. هو أنت فردي؟ لا. هو أنت فردي؟ لا. أنت فردي؟ فردي 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 يبقوا كام واحد في آحاد وفردي؟ 4. بيسألك عن العشرات يكون زوجي. هو أنت زوجي؟ لا. زوجي؟ لا. زوجي؟ زوجي؟ لا. زوجي؟ زوجي؟ لا. يبقى كم واحد كان زوجي؟ 2. بيسألك عن مجموع الرقمين يكون 7. بيقولك مجموع الرقمين 7. هو انتوا مجموعكم 7؟ لا. هو انتوا مجموعكم 7؟ مجموعكم 7؟ لا. مجموعكم 7؟ لا. مجموعكم 7؟ 2 و5 7. مجموعكم 7؟ لا. يبقوا كم واحد؟ 2. بيقول لك حاصل ضرب الرقمين 15. حاصل ضرب الرقمين 15. هو 2 في 3 ب15؟ لا. 2 في 5 ب15؟ لا. 3 في 2 ب15؟ لا. 3 في 5 ب15؟ 2 في 5 ب15؟ لا. 5 في 3 ب15؟ يبقوا رقمين. تعالى نشوف المسائل المقالية. بيقول لك عدد حقيقي موجب إذا أضيف مربعه ل5 أمثاله ينتج 36. طبعا بنقول له بفرض أن العدد س، ونحل فوق الحل لأي كلام وبعدين تحت نحل المسائل. قلنا عدد ده يعني س، وأضيف يعني زائد، ومربعه يعني س أس 2 ل5 أمثاله يعني 5 س يساوي 36. هنلغي السين دي ونحط الزائد ما بينهم، يبقى س أس 2 زائد 5 س ناقص 36 بيساوي 0. هنحلل 4 في 9 أخيرا سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص، الصغير عكسه. السين هنا ب4، السين هنا بسالب 9، ولكن ده مرفوض، يبقى العدد هو 4. طبعا هنقول له بفرض أن العدد س، ونحل فوق حل كلابي كده. العدد س وأضيف زائد ومربعه س تربيع يساوي 20. هنبدأ بالكبير طبعا، يبقى س تربيع زائد س ناقص 20 يساوي 0. س وس وال20 هنا 4 في 5 الأخيرة سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص، الصغير عكسه. الس هنا ب4
س هنا بسالب 5 ولكن العدد موجب، يبقى ده مرفوض والعدد هو 4. عددان بقول لك عددان أحدهما يزيد عن الآخر ب3. أقول له يبقى العددان واحد فيهم س والتاني س زائد 3. كمل. حاصل ضربهم 18. اضرب س في س بس تربيع، س في 3 ب3 س يساوي 18. دخل 18 جوه، س تربيع زائد 3 س ناقص 18 يساوي 0. س وس 3 في 6 آخرها سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص. س هنا ب3، الس هنا بسالب 6. هقول له العددان هما 3 و6 أو سالب 3 وسالب 6. مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 5 ومساحته 14. هفرض ان الطول العرض س ولكن الطول بقى س زائد 5. قالك مساحته 14. اضرب س تربيع و5 س يساوي، دخل 14 بقى سالب 14. س وس 2 في 7 آخرها سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص الصغير عكسه. الس هنا ب2 والس هنا بسالب 7. طبعا ده مرفوض. العرض هيكون الصغير 2 سنتي والطول الكبير 7 سنتي. طيب عدد موجب، هقول له طبعا بفرض ان العدد س. العدد ده يعني س ويزيد دي يعني ناقص ومربعه يعني س تربيع وثلاثة امثاله يعني 3 س يساوي 40. اعمل ايه يا استاذ؟ قلنا في حاجة تتلغي. مين اللي هيتلغي دلوقتي؟ الس، والناقص دي تتحط في النص. يبقى س تربيع ناقص 3 س ناقص 40 يساوي 0. هتبقى س وس 5 في 8 الأخيرة سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص وده عكسه. س هنا بسالب 5 وس هنا ب8 ولكن هو قال لي عدد موجب، يبقى العدد هو 8. آخر سؤال. أنا عارف إن انتوا تعبتوا معايا، أنا ذات نفسي تعبت. ركز بقى. طبعا هنقول له بفرض أن العدد س. عدد يبقى س ويزيد يعني ناقص مربعه س تربيع ضعفه 2 س 35. هنلغي دي والناقص يتحط في النص، يبقى س تربيع ناقص 2 س ناقص 35 بيساوي 0. يبقى س وس كم في كم ب35 طرحهم 2 5 في 7 الأخيرة سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص. يبقى العدد الموجب طبعا ده مرفوض، يبقى العدد هو 7. معلش احنا كنا بنشرح بسرعة شوية، ولكن لو انت منتظر في الوقت ده ان انا اعيد لك المنهج كله من جديد تبقى عبيط. اللي ذاكر ذاكر خلاص يا حبيبي. انت دلوقتي بتراجع، احنا ما بنلعبش طول الترم، احنا عمالين نشرح لك طول الترم. فانت راجع الاسئلة دي، حلها مرة كمان لوحدك، وان شاء الله ربنا يوفقك. السلام عليكم.